مساء الخير. رحلتنا النهاردة هتكون إلى أيرلندا علشان نعرف معلومات وحكاية شخصية مهمة جدا ما كناش نعرف عنها حاجة. يلا بينا نروح على أيرلندا ونتعرف على الشخصية المهمة الوطنية دي. وفي البداية بحب أفكر حضراتكم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك في القناة ودعمنا باللايك والشير والتعليق، وما تحرموناش من كرمكم. الجدارية اللي قدام حضراتكم المبتسمة الشهيرة دي من أشهر جداريات أيرلندا والعالم، وهي لشاب وطني اسمه بوبي ساندز. وعلى قد ما الضحكة مالية وشه في الجدارية، على قد ما كانت بتعكس كم معاناة وألم وكفاح. اتولد بوبي سنة 54 في وطنه أيرلندا، وكان بيتنقل في طفولته وشبابه مع أسرته اللي كانت بتنتقل من مكان لتاني نظرا للتضييق عليهم من الإنجليز ومن الموالين للحكم الإنجليزي لوطنهم أيرلندا. كبر بوبي وفي شبابه بقى مهتم بالشأن السياسي وبالأفكار التحررية لبلده، وانتهى بيه المطاف انه انضم للجيش الجمهوري الأيرلندي، وده كان الجناح العسكري للحركات الوطنية الأيرلندية. كان بيحمل في شخصيته كل مواصفات الزعيم، كان عنده قدرة غير عادية على الحشد، ده غير ان افكاره كانت واضحة منظمة ومرتبة، ولكن تم القبض عليه في قضية حيازة أسلحة نارية. جوه السجن قابل بوبي ساندوز زمايله المسجونين من الجيش الجمهوري الأيرلندي، وكانوا عشمانين انهم يلقوا معاملة متميزة بصفتهم مساجين سياسيين منضمين لحركة شبه عسكرية هي الجيش الجمهوري الأيرلندي. ولكن واضح ان كل مطالبهم اتقابلت بالرفض من إدارة السجن، بالعكس سحبوا منهم امتيازات كتير وأجبروهم أو حاولوا يجبروهم الحقيقة على انهم يرتدوا ملابس السجناء الجنائيين، لكن رفضوا تماما انهم يرتدوا تلك الملابس، وقالوا ان شاء الله نقعد عرايا، احنا مش هنلبس الملابس بتاعت المساجين الجنائيين. كمان منعوهم من الأنشطة اللي كانوا بيعملوها زي المحاضرات والندوات، وحبوا ان هم ينزلوهم يشتغلوا في اشغال السجن العادية اللي بيعملها المساجين الجنائيين، ولكن كل ده قوبل بالرفض من كل أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي اللي مسجونين. وكمان ابتدت حالة من الكر والفر بين إدارة السجن وبين المساجين، وما لقاش حل. إدارة السجن ما لقتش حل غير إنها ترفع مطالبهم إلى الحكومة البريطانية اللي رفضت تماما إنها تتنازل عن أو تبدي أي مرونة تجاه المساجين ومطالبهم. وابتدى حالة من العند المتبادل بين أطراف الجيش الجمهوري الإيرلندي الموضعين في السجن وبين الحكومة البريطانية. إدارة السجن اللي كانت بتاخد أوامرها من الحكومة البريطانية واللي تأمرت بعدم المهادنة مع المساجين وعدم اعتبارهم أسرى حرب، أصدرت قرارات صارمة بأنها حرمت المساجين من الزيارة الأسبوعية وخلتها زيارة شهرية، وفي ناس اتحرموا تماما من الزيارة وخلوهم في حالة تجويع، فما كانش بيقدموا لهم غير الشاي والخبز. وكمان سحبوا الأساس من الغرف السجن بتاعتهم أو من الزنازين، وكمان ضاعفوا مدد العقوبة الموقعة عليهم. من جانبهم المساجين برضو ردوا على الإجراءات اللي شافوا إنها إجراءات تعسفية بأنهم رفضوا ارتداء ملابس السجن اللي توزعت عليهم، واكتفوا بأن هم اتلفحوا أو غطوا أجسادهم بالبطاطين بتاعت السجن،
ولجأوا إلى حاجة اسمها الإضراب القذر. مفيش نظافة، مفيش حلق لحى، مفيش استحمام، لطخوا الجدران بالفضلات الآدمية بتاعتهم. مفيش حاجة اسمها نظافة لا ليهم شخصية ولا للزنازين، بل وكمان صعدوا جدا بأنهم زمايلهم بره طالوا أفراد الحرس بتوع السجن وأسرهم، فكان في عمليات اغتيال واسعة أدت إلى ارتباك وإلى ذعر بين أوساط الضباط والعساكر وكل الناس اللي بتشتغل في السجن. في الوقت ده كان في تضامن ابتدى يتكون خارج السجن من الشعب مع المساجين اللي من الجيش الجمهوري الايرلندي، لدرجة ان في دايرة انتخابية فضيت في البرلمان الانجليزي وتقدمت اوراق بوبي ساندز كمرشح، والعجيب انه فاز وبقى نائب في البرلمان. وبالرغم من استمرار احتجاجات افراد الجيش الجمهوري الايرلندي 5 سنوات داخل السجن، وبالرغم من تحقيقهم شعبية بدليل وصول بوبي ساندز إلى عضو برلماني، إنه يكون عضو برلماني وهو سنه 27 سنة وداخل السجون، إلا إنهم لم يحصلوا على أي امتياز أو تحسن في أوضاعهم داخل السجن، مما أدى إلى إعلان بوبي وآخرين إضراب عام عن الطعام والشراب، وابتدوا فعليا انتهى بأن بوبي بعد 66 يوم توفي. لحق به 9 آخرين بعدها بأيام. مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، واللي كانت ملقبة وقتها بالمرأة الحديدية، لما اتسألت عن بوبي ساندز قالت ان هو مجرم مدان، وان حكاية لجوءه الى الاضراب عن الطعام هو وزمايله ده كان اختيار شخصي، هم ملهمش دعوة بيه. وده كان رد رئيسة وزراء بريطانيا وحكومتها وموقف الحكومة الإنجليزية من حالة إضراب عن الطعام مات فيها 10. بوبي ساندز لحقوا بعدها 9 من رفاقه، وده اللي حصل عندهم وفي سجونهم، وده رد حكومتهم على اللي حصل عندهم. تم تشييع جثمان بوبي في جنازة مهيبة حضرها 100,000 مشيع، وأطلق الجيش الجمهوري الأيرلندي 21 طلقة على روحه، وتبع ذلك جناين شعبية في بلدان حول العالم كثيرة، وتسمت شوارع حول العالم باسمه، وانتجت أفلام 3 أفلام، وانتجت أغاني، وإلى الآن يعتبر من المناضلين اللي ليهم ذكر واعتبار خالد، على اعتبار أنه كان بيحاول تحرير بلده من الحكم الإنجليزي، ومات نتيجة إضراب عن الطعام في السجن وعدم الاستجابة بتحسين أوضاعه هو وزملائه، وده كان في السجون الإنجليزية على فكرة. كتب بوبي مذكراته أو يومياته داخل السجن، واللي أهله نجحوا بعد ما مات إنهم يجمعوها ويصدروها في كتاب اسمه كتابات من السجن، ما زال إلى الآن بيحقق رواج. وبعدها طبعا زي ما احنا هنشوف في كل اللقطات الجاية الاحتجاجات والتضامنات اللي عمت العالم كله، وبلدان غريبة الشكل تضامنت معاه من مختلف أنحاء العالم. لهنا تنتهي حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في مكان جديد بمعلومة جديدة، وأقول لكم باي.